أوزيريس، هل هو إدريس عليه السلام؟ هذا السؤال حير المؤرخين والمفسرين منذ 1000 عام. أوزيريس عند قدماء المصريين هو رب الحكمة وأول من خط بالقلم، وكان قاضيا عادلا علم الناس الزراعة والكتابة والقوانين، ثم رفع إلى السماء. وإدريس عليه السلام في القرآن الكريم: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قال ابن إسحاق وابن كثير: إدريس هو أول من خط بالقلم، وأول من خاط الثياب، وأول من نظر في علم النجوم والحساب، وهو أول نبي بعد آدم، وعاش في مصر. والعجيب أن كلمة أوزيريس في اللغة الهيروغليفية تنطق أوسر، وتعني العرش أو الجالس على العرش. وإدريس معناه في العربية كثير الدراسة، فهل هو العرش الذي جلس عليه للقضاء والتعليم؟ أما ما يقال عن أنه إله فهذا تحريف حدث بعد موته، فالناس عظموا الصالحين حتى عبدوهم، كما حدث مع ود وسواع ويغوث. والدليل الأقوى مقبرة أوزيريون في أبيدوس، يقول عنها المؤرخ الإغريقي ديودور الصقلي: يزعم المصريون أنها قبر رجل حكيم جاء من بلاد الشرق وعلمهم الكتابة، ثم صعد إلى السماء. فهل كان أوزيريس هو النبي إدريس عليه السلام، فقدسه الناس بعده فصار إلها في أساطيرهم؟ الإجابة الكاملة بالأدلة والبرديات والخرائط في الفيديو الكامل. اشترك الآن في قناتي برديات مخفية، وانتظر الفيديو الكامل على نور مصر.